السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى اكله خفيفه النهارده كده يا حبايب قلبي. انا هعمل بسله، وهعمل كده ايه، صدرتين فرخ عشان الاولاد، وهعمل رز كده معاكم. انا جبت شويه بسله كده، وعامله حبايه بطاطس والبصله، وعامله الطماطم يا حبايبي. هاخد البسله الاول، حطيت عليها شويه بهارات، وحطيت عليها ورق لورو وقرفة خشب يا حبايبي، وفص كده حبهان عشان يخلي لها ايه، ريحتها حلوه وطعم جميل وكده. انا هاخدها احطها دلوقتي على النار واسيبها ايه، تتشوح شويه. وعامله البصله بتاعتنا، جبت الحله وحطيت فيها شويه زيت وايه، وهشوح البصله بتاعتنا، خليها كده مصفرة، بس ايه، مش هغمقها كويس وكده. وبعدين انا بقلبها دلوقتي يا حبايب قلبي على النار، هسيبها كده 5. حبايب قلبي اللي مشتركش في قناتي، قناة يوميات ام ايمان، ممكن يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد فضلا ليس امرا. انا دلوقتي عملت البصله يا حبايب قلبي، وكنت فرمه الطماطم وايه وفضها في الحله. بس انا ايه، فرمت شفشق كده وشلته منه ايه شويه، علشان الطماطم كانت جت معايا ايه كتير. شلت بقى شوية، قلت ايه هسيبهم بقى في الفريزر بقى، لو انا عملت مكرونة هكمل بقى عليها. ودلوقتي يا حبايب قلبي انا حطيت الطماطم على البصلة، ودلوقتي انا جبت البهارات 7 بهارات، وحطيت عليهم شوية كمون وشوية فلفل اسود، ايه وبس، ما كترتش الفلفل الاسود. واقلبها، اجيب الملح بتاعنا كمان نحط عليها ونقلبها يا حبايب قلبي، ونسيبها ايه تتسبك ايه شوية حلوين كده، عم ايه نروح نعمل نشوف الاول البسلة بتاعتنا نقلبها، نشوفها هي اتشوحت الاول ولا لا، عشان بعد كده نروح نشوف صدرة الفرخة نطبخها يا حبايب قلبي. انا جبت حلة وغسلتها، وجبت فيها فصين توم كده، وجبت فلفل وبصلاية وجزراية يا حبايبي، وكمان هجيب كده حباية طماطم وهشوح ده كله. والاول اخلي بس ايه تاخد تشويحة علشان اجيب صدرة الفرخة واحطها. انا كنت نقع صدرة الفرخة يا حبايبي، وايه وغسلتها وصفيتها كده من المية وجبتها. وايه نحط كمان البهارات بتاعتنا. هنحط يا حبايب قلبي شوية فلفل اسود، على شوية 7 بهارات كده شوية صغيرين، ومرقة دجاج، وورق لورو وحبهان وقرفة يا حبايب قلبي. هنروح دلوقتي للصلصة بتاعتنا نشوفها كده ايه اتسبكت اهي معانا، ونحط بقى البسلة وحباية البطاطس اللي انا مقشراها كده، حطها كده ايه في قلب الحلة بتاعتنا، وهنقلبها كده كويس، ونسيبها ايه نهدي عليها بقى النار، ونسيبها تستوي بقى براحتها. انا كده عملتها، غطى عليها كمان وهسيبها ايه تستوي براحتها. وايه وغسله كمان الرز بتاعنا يا حبايب قلبي، احط كده شويه ملح فيه واولع عليها بقى، اسيب الرز بقى يغلي مع نفسه، ونروح نشوف الفراخ بتاعتنا اتشوحت ولا لسه، عشان ايه نحط الميه بتاعتنا. انا لقيتها اتشوحت، وجبت كده شفشق ميه حطيته فيها، وهسيبها كده يا حبايب قلبي تستوي وكده، تستوي شويه. بس احط الاول كده الملح بتاعنا. تمام كده يا حبايبي، هنغطي عليها ونسيبها بقى تستوي، وايه وهرجع لكم دلوقتي اشوف الاول البسله استوت. لو استوت هطفي عليها. انا شفت البسله بتاعتنا استوت، طفيت عليها، والرز بتاعنا غلي، وجبت له شويه زيت وقدحت عليه وسبته بقى مستوي، وطفيت عليه يا حبايب قلبي.